السلام عليكم، ان شاء الله كامل تكونوا بخير وانتم تشاهدوا في هذا الفيديو. وبمناسبة المولد النبوي الشريف حبيت نشارك معكم كيفية صناعة الشموع بالطباعة على الشمع، يعني طباعة الأسماء والرسومات على الشمع اللي راهي دايرة حالة في المواقع التواصل الاجتماعي. ونشارك أيضا معكم الشموع المائية اللي تستطيع أي وحدة في البيت تديرها بأبسط الإمكانيات. وأيضا سوف نصنع أيضا الشموع بواسطة بأقل التكاليف، أيضا بواسطة قارورة تاع الماء، وبواسطة الغلاقة تاع القارورة. الأولى نروحو عندي هادو الأسماء اللي راني طابعتهم، نقطعهم. الورقة اللي تطبعي فيها الأسماء من الأحسن تكون رقيقة باش يعني تنطبع لك مباشرة في الشمعة، ما تغبنكش ملي تجي تطبعيها. دروك ندي هادو الشموع العادية، هادو اللي ينباعوا في العلب. هذه القارورة اللي راكو تشوفوا فيها راني باغيه نذوب هذا الشمع. دروك نذوبوا هذا الشمع ونزيدو تشوفوا كيفاش نديرو. هذا الشمع كان عندي صنعته من قبل. الآن ندي الشمعة نضع عليها ندير عليها الاسم بهذا الشكل، ونزيد عليها الورق بابي كويسون، الورق الطهي. لما عندكش ورق الطهي تنجمي ديري ايضا تبدليه بالورق الشفاف العادي اللي يقراو به التلاميذ. دروك تحكمي السيشوار وتتمشي كامل على ذاك الاسم باش تلصق ديك الصورة، عفوا ذاك الاسم يلصق ولا الصورة اللي بتلصقيها. تسيبي الشمع ذابلك شوية بهذه الطريقة، شغل راكي تحدي. دروك نكمل معكم تبعي الطريقة كيفاش راني ندير. هنا السيشوار راني دايرته ومجفف الشعر راني دايرته على درجة حرارة عالية. لما عندكش ايضا المجفف ما تستعمليش كان تستعمل البلاك ما تستعمليش خاطرش هنايا غادي يذوب لك كامل الشمعة. هذا هو الاسم لصق بكل سهولة. صبتي بعض الأطراف ملصقوش زيدي عاودي لهم. دوك نكمل كامل الأسماء اللي راهم عندي وبنفس الطريقة. ولو كان عندك أيضا الصور الملونة أيضا غادي الشكل تاع الشموع يخرج لك شباب. لما عندكش مجفف دوك نوري لك طريقة ثانية ديرها أي وحدة في البيت، وهي طريقة أحسن من السيشوار. تساعدك أحسن. عندك ملعقة بهذا الشكل تحميها تسخنيها وتقعدي تحدي في شغل راكي تحدي في الاسم بهذه الطريقة. وهنايا من الأحسن تكوني بجانب الفرن راكي تسخني وديري في على الصورة على الشمعة. دوك نروحو لطريقة صناعة الشموع. درت الشمع عندي ذاب. هذا الشمع اللي
كان عندي مقبل. دروك هنا في ديك القارورة، ولا استعملي علبة تاع كاني يستحسن تستعمليها أحسن، في باش من تجي تنزعي منها الشمعة تنزعلك بكل سهولة. أنا هذه القارورة شوية غبنتني، درت فيها الخيط تاع الكوردون اللي شتوني، وشديتو هذاك بالمساك تاع القش، يعني تاع الملابس. دروك نفرغ فيه الشمع، راكم تشوفوا في الطريقة. ونخلوها حتى تبرد تماما باش ننزعوها من القارورة تاعها. دروك ندي هذا غلاقة تاع القرعة، بنديرها باللون الأحمر. هادو الشموع بنديرهم معطرة، شموع معطرة. استعملي العطر اللي عندك، استعملت عطر الفراولة. وباش نتحصل على اللون الأحمر ذوبت ذوك الشموع اللي كانوا عندي باللون الأحمر. هذوك الشموع أنا كنت استعملت فيهم فغا بوبيير ولا فغاجو يكون عندك قديم ولا ما تستعمليش، ذوبيه مع الشمع باش تتحصلي على اللون اللي راكي حباتو. دروك أنا هذا هو اللون اللي تحصلت عليه. كما راكي تلاحظي دروك بعد ما ذوب ذوك الشموع في الأسفل راه كاين عندي ذاك الفاغا بوبيير اللي استعملته في الشمع، هو اللي عطاه هذاك اللون. استعملي الفاغا بوبيير اللي عندك، اي لون تبغي تستعمليه يخرج لك في الشموع، في لون الشموع. دروك نفرغ، بنستعمل هادو تاع السيليكون، نفرغ فيهم على شكل قلب. استعملي المول اللي تحبيه. استعملت ايضا في هذاك تاع القارورة اللي كنت غلفته بالالومنيوم، ودرت الخيط او الكوردون، شديته كما كنت لاحظوا في الصورة. دوك نفرغ في المول. انا هنا عطرتهم بعطر الفراولة، من نشعلهم تولي ريحة الفراولة. استعملي اي عطر تبغيه، مم حتى الروائح اللي عندك استعمليهم في داخل في الشمع. هذا اللي بقى لي في الكاسرونة اللي شفتوه، هذاك هو الفاغا بوبيير. نخلوهم حتى يبردوا تماما. انا درتهم في الثلاجة. بعد ما يبردوا دروك ننزع ديك القارورة. انا غبنتني هذه. من الأحسن تستعملي العلبة تاع كانات، أحسن تفتح لك بكل سهولة هذيك. هنا الخيط خرج لي بالزيادة من تحت، دروك نقصو. بعد ما كملتها زدت لصقت فيها الكتابة تاع المولد النبوي الشريف بنفس الطريقة اللي لصقت بها دوك الأسماء. هذا هو شكل الشبعة اللي صنعتها. دوك نزيدو نكملو
نروحو نصنعو الشموع المائية. تاخذي اي كاس يكون عندك في البيت، مهم يكون شفاف، وتدي هادو الاحجار اللي عندك في ايضا حاولي كيفاش تبينيهم في الكأس. هادو الشموع اسهل طريقة لصناعة الشموع هادو. دوك تفرغي عليهم الماء، هنايا جبت قطعة من قارورة، قطعتها، درت فيها ثقب في الوسط بالسكين، ودخلت فيها هذا الكوردون هذا تاع هذا الخيط تاع اللي وريته لكم تاع الشمع، وديريها في الكأس. هي غادي تطفو خاطر جايه خفيفه، وتشاليها وانتي تحصلتي على شموع مائيه. هذه الشموع المائيه مليحه في المناسبات. دروك هذا الشمع قبل ما ينشف غير شويه شد روحه. دوك نوريلكم كيفاش دخلت فيه الخيط. هنايا غير شد شويه روحه، عاود جبدته من المول كما راك تلاحظي، جبدته من المول ودرت فيه ثقب بهذا، درت فيه ثقب ودخلت فيه الخيط، وعاود رجعته في المول باش يشد روحو يدي الشكل. خاش كنت تخليه حتى كامل حتى الشمعة تيبس، ما تطيقيش ما تطيقيش تدخلي فيها الخيط. هادو الشموع هو راهم معطرين بعطر الفراولة. هادو الشموع مي تشعليهم يولو تولي رائحة الفراولة عندك في البيت. وهذيك الشمعة اللي درتها هذه الشمعة اللي درتها بالغلاق تاع القارورة، ايضا تستطيعين بالسيليكون من الجوانب وتزينيها بالورود، وانتي تزينيه كما تحبي. وايضا هذيك الشموع المائية هذيك اللي شعلتها ذابت لي، قلعتها ودرت في مكانها شمعة من ذوك الشموع المعطرة احسن، استبدلتها وهذه استغنيت عليها. هذه بالخف طفات لي، وايضا خفتها لا تذوب لي. اذا من الاحسن ديري شمعة عادية وما تخافيش لا تهود لك في الماء، وبأبسط الطرق تكوني فرحتي وليداتك. وأستودعكم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.